عالسلامة ومرحبا بكم. اليوم جبت لكم مقروض الزمني، إن شاء الله يعجبكم. نبداو. خذينا كيلو تمر بعد ما غسلناه وفصصناه ورحيناه، نحطو عليه شطر مغرفة قرفة، زوز مغارف شيش ورد، جرجلين مرحي 3 مغارف، وبعد نحطو عليه جرجلين كعب 2 مغارف ونعجنوه. وتو نجيبو 250 جرام زبدة ذايبة، ونزيدو 250 مليلتر زيت زيتونة، ونحطوه في الكسرونة ونسخنوه على الغاز. وتو نحطو كيلو سميد، كيلو فرينة، ونخلطوه مع بعضهم، خلطوهم مليح مليح. ونحطو شوية ملح ومغرفة كركم، ونحركو. ونعملو حفرة ونحطو فيها كل الزيت والزبدة، يكونوا سخون ونخلطو. نزيدو شوية ونخلطو حتى لين نكمل، حتى لين نراوها مبثبثة بالكدا. وباش نعرفها حضرت نعبدها ونشوفها، إذا كانت عبدت راي حضرت، ونخليها ترتاح ساعتين. وتو ناخذو كمية على قد الكف ونعجنوها. ناخذو شوية ماء فاتر ونعجنو بشوية بشوية حتى لين تتعجن، وأهم حاجة نعجنها مليح. وبعد ما عبدناها مليح نحطوها على الرخامة ونحلوها كفنة، نحلوها مليح كيما تراو. وتو ناخذو شوية تمر ونحلوه مليح، ونحطوه على العجينة، نحلوه مليح ونوسعوه على كامل العجنة. ناخذ شوية ماء ونحطوه ندورو بيه باش كي نسكروا العجنة ما تتحلش، وندورو من فوق اللوطة حتى لين تكمل. والتويكية بعد ما حليناها ناخذوا القالب ونحطوه ننزلو. ناخذوا القصاص ونقصوا الكعبة.
ناخذوا الفرقيطة وننقبوا كل مقروضة باش كي نرميها في الزيت ما تتنفخش. وتوي كي يحضر المقروض باش نقليوه. نسخنوا الزيت على نار متوسطة ونقعدوا نرميو في المقروض حتى لين يطيب. ونتفقدوه نشوفوه طابشي. توي كي طاب المقروض نخرجوه ونحطوه في الكسكاس باش يستقطر. أنا حمار المقروض كي حمار راهو طاب. ونقعدوا نقليو في المقروض حتى نكملوه. تو كملنا المقروض باش نشحروه. والشحور يتكون من 4 كيسان سكر و2 كيسان ماء وشطر قاصة، ونخليوه يقعد يغلي لين يثقيل. كي يثقيل الشحور هذاك راهو طاب. ونشحرو ونحطوه بالزوز بالاربعة ونشحرو حتى لين نكمل. وتو نرشو الجلجلين في الشحور ونرميو المقروض. نرشو الجلجلين بعد ما نشحرو، نرشو الجلجلين فوق المقروض، نحطو في الشحور ونحطو بعد ما نخرجوه من الشحور في الزوز نحطو الجلجلين. والمقروض هذا يحضر مقروض الزمني. إن شاء الله يعجبكم، جربوه إن شاء الله يعجبكم بنين برشا. وصحة وبالشفاء ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.